يعني انا يا ابني ما عنديش كرامه عشان انا بشجع المغرب، فانت بتقول عليا ما عنديش كرامه؟ وانت بتشجع فرنسا فشايف انه ده كرامه، شايف انه ده شرف؟ يعني انت بتقول الفرعون المغربي ده يشيل اسم مصري وانت مش مصري وما عندكش كرامه ومنبطح عشان بتشجع المغرب، وانت شايف ان انت عندك شرف وعندك كرامه ومش منبطح وانت بتشجع فرنسا ضد المغرب. فيا اخي لو ده الشرف يلعن ابو الشرف، يا اخي لو الشرف انك تشجع فرنسا ضد المغرب يبقى يلعن ابو الشرف. يعني انا يا ابني ما عنديش كرامه. وتنوضح للأخ ديالنا المصري. ودابا ربما هاد الصراعات عاد بداو بين المصريين مع الكراغيدة. الحاجة تكون تعرفها، اش هما كيقولوا لها ماما فرنسا؟ هذيك تسمى العلاقة بين الأم والابن. علاش كيقولوا لها ماما فرنسا؟ علاش؟ 132 سنة، واخا حتى 132 سنة معاشر واحد الإنسان. يا خو كتعاشرو غير 5 سنين 6 سنين كيبقاو، يعني فهمتي، كيكون كيتكون لك واحد الحب، واحد نقولوا واحد العلاقة كتكون متينة، كتكون متعلق بديك الشخص. خيت 132 سنة عادي عادي. هما إذا شجعوا والله العظيم عادي. بالنسبة لكم نتوما المصري كتجيكم مغربة، حنا بالنسبة لنا المغاربة كتجينا عادية نورمال. هادشي اللي كاين. الاخوان قبل ما ندوزو الفيديو اللي معنا الثاني، كنبغي نشكر اي واحد كيمنى التعليقات ديالو باحترام، اي واحد كيخلينا الاشتراك ديالو الله يكبر به، اي واحد كيمنى الاعجاب بالفيديوهات. كنشكركم بزاف من القلب، بارك الله فيكم، الله يجازيكم بالخير. وندوزو الفيديو اللي معنا الثاني. لا 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 لا، هذه ما مقبولاش الاخوان ديالنا في الجزائر صراحه، ما مقبولاش. عرفتيش علاش؟ تغلبني انت وتفرح، هذه مقبوله ماشي اشكال. غلبتيني انت وكتفرح بالفريق ديالك، غلبني انا، هذه مقبوله. ولكن باش تفرح لدوله اخرى غلبتني انا، هذه غير مقبوله. لا هما ما كيشوفوش هادشي هذا، والله ما كيشوفوه. لا نورمال عندهم عادي. المهم هما ضد المرو، هادشي اللي كاين. دابا شوف، بالنسبه لنا حنايا قسم بالله الا نتوما كتشوفوا زعما انكم زعما كتغيظونا، حنا والله ما عندنا مشكل بالله. بالعكس حنا عندنا هذا انجاز اللي كنفرحوا اليتامى، يعني كتسمى الانجاز، فرحناكم. الله يردي ما كاين حتى مشكل، نزيدو نفرحوكم مره اخرى. بغيتو عاد نخسروا لكم الهدف ديالكم، غنخسروا باش تفرحوا، غنخسروا اسيدي، نديو عليكم غير الاجر. هادشي اللي كاين. دوزو فيديو اخر. الوطنية وإسعاد الجزائريين. وركزوا على هذيك الطبله الاخوان، ركزوا عليها. شوف شحال د البنانات هنا كاين، شوف جوج البنانات. هادي مصيبه والله العظيم، مصيبه. دابا هذه الطبله ديال الرئيس كيستقبل من اللاعبين باش يعمل لهم مأدوبة عشاء ولا غداء ولا. هذه حنايا هضره كاسكروط كتسمى، فهمتي؟ كاسكروط والله ما كنعملوها احسن من هيدا. شحال د البشر واقف تما، اللعبيه كاملين والطاقم التقني والفني والجدوري. نزلوا جوج البنانات، 3 تفاحات ولا 4. دابا هذا هو. لا حول ولا قوه الا بالله. تشوف حنايا الملك ملي كيتلقى شي واحد، تشوف الخيرات شنو كيتنزل. نزل التمثيل واحد اصاحبي في العرس، والله العظيم هذه الطبله هذه ديال العرس. حنا بالنسبه لنا 10 الناس كيجلسوا فيها، هذه الطبله ديال العرس. ونزل الطبله ديال الرئيس. شو اصاحبي، شو الهيبه. شو قسم بالله اللي قال والله ما كذب، قال لك لا هيبه لا وزن لا مواقف. شو ملاعبيه ما تجيب ديك الحاله تشناطر، نقول لك غير داك اللي كيكونوا هذا كيكونوا الحاله ديالو كيجيو متصور معايا اخر. الناس كيجيو بكوستيم، كيجيو داكشي، فهمتي؟ بريستيج، ماشي لعند الرئيس، احترام. اللاعبين كلشي واقفين، شي درع بعضو، شي كيضحك، شي واحد كامل، شي كيهضر معايا اخر. شو على الهيبه بصح. انتم تشوفوا باقي دابا، حنا باقي ما نعملوش استقبال. دابا تشوف الاستقبال كيفاش عامل. استقبال اللي كيتسمى استقبال بصح. بيتكوفيتش.
وعندي واحد السؤال، هاد الكره هادو دائما اللي كديو نتوما مره اخرى هنا في المغرب حصلناكم كديوها، وهادي دابا انا ما كنعرفش، انا اللي كنعرف واقيلا بحال كيعطيو من الكور، جبتينا الكره لان الكور كيكونوا محسوبين في الملاعب قد وقد العدد. في الكامبو مثلا 30 كره صف السليم ماتش كيكونوا 30 كره، عطاوكم كور التداريب عاود كيبقاو هما، فهمنا شي نتوما هاد الكور دابا ساعه كتجيبوهم واش كتهديك ولا والله ما نعرف اخي، والله ما فهمنا شي حاجه. شو هذاك اش كيضحك شو سي بالله لا والو والله العظيم لا شنقول لك كزورو ما نقولو صافي هادشي اللي كاين. دوزو فيديو اخر ولا هاد الفضيحه. شوف بلاد صفراء، بلاد هادي بلاد ما عندها خضراء، حاجه خضراء ما تيباش في هاد المصريين هادو، ومحتفلين بالدور 16 ونهار المغرب وصل نصف النهائي هكاك ماشي انجاز، واليوم عاود من وصلنا الدور 8 المغرب ما داهاش كاع ما احتفلوا ما والو. عاد اصلا انا منيرفي، انا راني منيرفي يعني بالخروج، ومع ذلك شوف دوله كيفاش دايره بلادها صفراء، لا حاجه خضراء لا طير يطير لا دنيا، ومحتفلين بالدور 16 ويجي يخرجك في التيك توك وتجبروا وتغول عليك في التيك توك وهو ما عندوش حشاليله. والله ما نقدر نعيش في القاهره ولا مصر، والله ما نقدر نعيش نهار. سبحان الله العظيم عندهم واحد شي شويه دايرين ديال السياحه منا ومنا ومنا، وهما من دخول العمق ديالهم الخماج يعني، ويجي يحتاول لك وخارج ويقول لك فرنسا انا فرنساوي وانا هو بلادو صفراء. يا ودي عدلوا غير بلادكم وخرجوا تهضروا على الرجال، عدلوا غير بلادكم وخرجوا تهضروا على البلدان. انتم راه تقعدوا 100 عام 200 عام ما توصلوش للمستوى اللي وصلوا المغرب في البنيه التحتيه في الطرقات في العالم في اي حاجه. واش انت راه بينك وبين المغرب ما عرفت شحال مع سنين وتجي تخرج وتناقر الناس وتضرب انا حشيم انا نضرب في الفيسبوك نورمالمون هضر على السيسي اللي ما موفر لكش حتى بلاد حتى حاجه خضراء بلاد والو. يهود عمي نقسم لكم بالله العلي العظيم المغاربه ما داروا فينا غير خير، واليوم رانا نجازيهم بهذا الشيء هذا. الا المغاربه مساكين وقفوا معانا ووكلوا اللي وكلوا وداروا اللي داروا ووقفوا معانا في كل شيء، وفي الاخير تحتفل مع دوله 130 اللي وصل للمستوى اللي ما تقدرش توصل له. هو وصل النصف النهايه، وصل للدور 8. حنا فرحنا في الدور 32 2014، انا درت لكم التصويره، فرحوا المصريين اليوم طلعوا للدور 16. المغاربه ما داوهاش، المغاربه باغيين كاس العالم. علاش؟ لان وصلوا لواحد الليفل واحد المستوى عالي. دابا هاد المصريين قسم بالله لا حاجه واحده اللي كتبقى فيا كنتفكر هو ديك المره ديال اللي خوك كيقول الناموس قسما بالله، وكتشوف اخر شوف فين عايش، شوف ما كاين لا طريق لا الصحراء هادي. دابا هادي حنا بالنسبه لينا هادي بحال اللي كتكون الانسان ماشي للصحراء ديالنا وصافي هادشي اللي كاين. وقيلا عمري ما مشيت الصراحه بحق كنظن بحال هيدا، شفت شي فيديوهات بحال هيدا، شي بلايص بحال هيدا مثلا ماشي باين للعيون ولا طرفايه ولا داخله هيدا كتكون الطريق الصحراء، لان هذيك الصحراء. اما دابا هادي ما فهمناش هاد الصحراء هادي فين جات، واش هادي مدينه هنايا ولا ماشي القاهره ولا فين ماشي، وفي الاخر يجي يقول لك الناموس. باقي شي واحد يكون شي نيفو مزيون واخا يقول هيدا تقولو ماشي مشكل، اما انت في هاد الحاله هادي تقول لي انا الناموس وفين هما بصح كانوا ديك الناموس دو الصح ها الكذوب. فرنسا تزلزل الجزائر بقرار تاريخي غير مسبوق، وتسلم أرشيف الصحراء الشرقية وترسيم الحدود للمملكة المغربية تمهيدا لتوقيع معاهدة غير مسبوقة في المنطقة بداية يوليوز تزامنا مع زيارة الملك محمد السادس المبرمج. شوف والله العظيم بالله لا زعما حق الله، شوف الجلسه شوف الملك ديالنا كيفاش جالس، شوف ماكرون كيفاش جالس، شوف ونرجعوا لديك الجلسه الاولاني كيفاش جالسين، شوف كيفاش عامل. سبحان الله قسما بالله خيلا الا نرجعوا له مباشره. شوف كيفاش جالس، كيفاش جالس، شوف كيفاش عامل، شو الاحترام، شو الابتسام، شو انا ما كيضحك مع والو. شوف شوفوا الفرق ولا تنشوفوا الفرق بالله. اخذ فيديو اللي يطلع طويل شوفوا الفرق. شوف ابتسامه على الجلسه، شوف وغنزل شوف الجلسه ديال هذاك اللي معاه. تزلزل الجزائر بقرار تاريخي غير مسبوق. الوجه ديال بوبري عرفتي صفار كيبان. شوف وتسلم أرشيف لا والله شو كيقول، والله يا ماكرون ما عملنا هيدا ولا عملنا هيدا. وتسلم أرشيف الصحراء الشرقية وترسيم الحدود للمملكة المغربية. تستعد الرباط وباريس
تحقق بداية يوليوز تزامنا مع زيارة الملك محمد السادس المباركة. شو الهيبة كيفاش يعني؟ تستعد الرباط وباريس لتوقيع معاهدة صداقة وتعاون جديدة قد تصبح من أهم الاتفاقيات الثنائية بين البلدين منذ عقود. المعاهدة المرتقبة ستشمل 5 مجالات رئيسية هي الصناعة والدفاع والتعاون الثقافي والدعم السياسي للمصالح الاستراتيجية للمغرب، إضافة إلى حق الوصول إلى الأرشيف الفرنسي المتعلق بفترة الاستعمار والحدود التاريخية للمملكة، مع تعزيز الاستثمارات الفرنسية ونقل التكنولوجيا وتوسيع التعاون العسكري بين البلدين. لكن أكثر ما يثير الاهتمام في هذا المشروع ليس الجوانب الاقتصادية والدفاعية فقط، بل الحديث عن منح المغرب حق الوصول إلى الأرشيف الفرنسي المتعلق بفترة الاستعمار والحدود التاريخية للمغرب. هذا الملف يحمل وثائق ومعطيات جديدة حول كيفية رسم الحدود خلال الحقبة الاستعمارية، وهو ما يمنحه بعدا سياسيا وتاريخيا بالغ الحساسية. وتتابع الجزائر هذه التطورات بقلق متزايد، خاصة في ظل التوتر المستمر في العلاقات المغربية الجزائرية والخلافات المرتبطة بالحدود وقضية الصحراء الشرقية. ويرى مراقبون أن حصول المغرب على وثائق أرشيفية فرنسية جديدة سيعزز موقفه التاريخي. أنا عندي واحد السؤال، الإخوان ديالنا الجزائريين في البرلمان ديالكم، في المجلس اللي عندكم، ديك المجالس ديالكم الشعب واش كتسميوهم، كيقول لك الاراضي الموروثه عن الاستعمار. يعني نتوما اصلا معروف ديتو شي حاجه من المغرب، ديتو شي حاجه من ليبيا، شي حاجه من تونس، وعملتو ديك القاره اللي عندكم. وعلاش ملي كيقول لكم شي واحد كيهضر لكم على الصحراء ديالنا الشرقيه كتعصبوا وتقولوا هذه معروفه، هذه نتوما بدكم كتقولوها والتاريخ كيقولها. نتوما ما كاينش عندكم داكشي، هذاك الاستعمار هو اللي ملي كان ماشي بحالو وسعكم. والمغاربه محمد الخامس في ديك الساعه ملي كانوا ماشيين، يعني اش كانوا باش يسكتوا الفرنسا، كانوا كيقولوا حنا نرجعوا لك الاراضي ديالك وبلع فمك، بحال اللي كتقولوا نتوما، يعني ما تهضرش على الجزائر. اش كان كيقول لهم هو الله يرحمه؟ كيقول لهم عطيو الناس الاراضي ديالهم وساعات حنا نتحاسبوا مع بعضنا، عطيوهم الاستقلال ديالهم وساعات حنا كنتحاسبوا. حنا الاخوان الجزائريين ديالنا ما عندناش معاهم مشكل، نجبروا الحال نجبروا. ايوا صدق ديك الحال باقي الى يومنا هذه ما شفناه مارينا، هذه دابا 60 سنه وزياده. يلا ما عملتوش معنا الحال، جا الاولاني بلا موراه بومدين وما عملتوش معنا الحال الى يومنا هذا. صافي فرنسا هي اللي لنا الحق ديالنا، هادشي اللي كاين. سالينا ما بقيتش نهضروا معاكم على هادشي هذا لانكم نتوما ما بغيتوش تعترفوا. هادشي اللي كاين. الاخوان كان معنا هذا هو اخر فيديو، الا كنتو معنا 3 ساعات كنشكركم بزاف، بارك الله فيكم. تشوفوا ان شاء الله الفيديوهات المقبله. السلام عليكم.